قلتله: ايه اللي انت بتعمله ده؟ بطل يلا وروح على اوضتك. لقيته بيقولي: في ايه يا ماما؟ انا نايم جنبك. ساعتها ما قدرتش اتكلم ولا قدرت اتحرك، زي ما يكون فقدت القدرة على النطق وعلى الكلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا القناة التانية حصل فيها مشكلة وتم وقف الربح من عليها، ودي القناة الجديدة، فمحتاجة منكم بس دعمكم علشان نخلص الشروط بسرعة. 1000 مشترك ولا 4000 ساعة، طبعا مش هعرف احققهم من غير وجودكم جنبي. محتاجة دعمكم. كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة ويحط لايك ويشير الفيديو قد ما يقدر. ويلا نخش بقى في قصة النهاردة. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي مدام غادة، على قدر عالي من الجمال. من يوم ما اتجوزت وجوزي بيسافر، وعندي ولد واحد اسمه عمرو. وبصراحة من يوم ما جوزي سافر وانا متحملة مسؤولية كبيرة عليا في تربية ابني. كنت وهباله كل حياتي. الواحدة اللي جوزها بيسافر بتبقى متحملة ضغط الحياة، وما بتلاقيش ان حد هو يدلعها ولا يهتم بيها، لان جوزها طبعا بيكون مسافر. وانتم فاهمين طبعا. كل واحدة واكتر واحدة يعني هتفهمني هي اللي مرت بالظروف اللي زي وسافر جوزها عنها وغيابه، اكيد فاهمة الكلام اللي انا بقوله ده. وكمان مشاكل العيال كل ما بيكبرهم مشاكلهم بتكتر، تحمل المسؤولية بيكون كبير عليها، لانها بتبقى اب وام مع بعض. وكمان غياب جوزها والحرمان اللي بتبقى عايشة فيه، ما بقاش قدامها غير حل واحد من الاتنين. الواحدة اللي جوزها مسافر وتكون يعني محترمة ومتربية، طبعا هتقفل على نفسها بيتها وتكتم رغباتها جواها، مش هتنطق ولا هتتكلم. ولو واحدة مثلا مش كويسة هتعرف راجل واتنين وتلاتة. وده فعلا اللي حصل معايا مع ابن عمرو. ابني بقاله فترة أحواله متغيرة، وبيبان عليه حاجات ما كانتش بتبان قبل كده الأول. يعني بدأ إن هو يشرب سجاير وصوته يتخن وكمان يعلى، وبيفضل يعمل حاجات غريبة. واللي أنا اتفاجئت بيه في الآخر إن هو بيتفرج على أفلام مش كويسة. كل ما أخش عليه أوضته ألاقيه فاتح الكمبيوتر وقاعد يتفرج. من يومها وأنا حسيت إن هو بيعمل حاجات غلط، ومن هنا بدأت المشاكل تكتر، وابني مش قادرة أسيطر عليه. كل ما أقوله: في إيه مالك؟ يقولي: إيه اللي أنا فيه يا ماما؟ ما أنا كويس قدامك أهو. وبعدين اللي أنا بعمله الشباب كلها بتعدي بيه في فترة المراهقة، علشان كده كنت بسمع منه الكلام وبسكت. بس أنا من جوايا كنت بتقطع إن ابني كبر وبدأت الحاجات دي تظهر عليه. وبعدين ابني من عادته إن هو بيكشف نفسه بالليل وهو نايم، وأنا زي أي ست بتقلق بالليل ولازم تهتم بولادها وبيتها وتبشرهم حتى كمان في نص الليل. وانا في يوم قمت من عز نومي، دخلت على ابني على اساس ان هو نام علشان اغطيه. ولما دخلت عليه الأوضة على سهوة جيت ابص لقيته صاحي وفتح الكمبيوتر وقاعد يتفرج. وقتها انا اتصدمت من اللي شفته، لاني ما كنتش متوقعه. وابني بكل برود يقولي: في ايه يا ماما؟ مش تخبطي وانت داخله؟ بس بصراحه لمحت عنده حاجه، ان هو مش عاطي اي اهمية، ولا كأني دخلت عليه ولا مستحي مني. لا، ده حاجة عادية عنده. قلتله: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ما عندكش دم؟ ايه اللي انت بتتفرج عليه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك؟ ارحم نفسك. لقيته بيقولي: هو انا بعمل ايه؟ هو انا بعمله ده غلط؟ ومن كتر الكلام اللي كان بيقوله ابني وانا متأثرة من جوايا وبتقطع ومش عارفة اعمل ايه. ما انا جوزي مسافر، لو ابوه موجود معاه كان ظبط شوية نفسه، انما انا ست، ومهما كان انا امه اي وكل حاجة، بس برضو انا ست. وبعد شوية بقيت اخش الحمام الاقيه داخل ورايا، وفي حاجة ما كانتش مطمناني ولا مريحاني. قعد على كده فترة كبيرة، لما بصراحة اكتشفت حاجة انا ما كنتش متوقعاها.
مكنتش متوقعاها من ابني. لقيت ابني ان هو بيحط التليفون وبيصورني وانا في الحمام، يعني لما بيخش قبلي، وبعد ما بطلع كمان بيخش بعدي. واتفاجئت بالتليفون، واللي انا شفته على تليفون ابني ان هو بيصورني. دي كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. ولما اخدت التليفون وخرجت من الحمام، رحت لابني على اوضته وقلتله: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا امك، معقول تعمل فيا كده وكمان بتصورني؟ لقيته بكل برود بيقولي: ايه المشكلة يا ماما؟ انا شايفك اجمل ست. قلتله: انت بتعمل ايه بالصور دي؟ بتنشرها لي على النت ولا بتفرجها لزمايلك؟ لقيته بيقولي: لا يا ماما، انا عمري ما اعمل كده ولا اخلي حد يبصلك ولا حتى يشوفك. انا ابنك وصدري وغطى عليك. قلتله: يا ابني ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. وكنت مصدومة من الكلام اللي هو بيقوله، واللي انت بتقوله ده ما ينفعش اي ابن يقوله لامه. لقيته بيقولي: انا شايفك اجمل ست. رحت رامية التليفون في وشه وسبته ودخلت اوضتي، وقعدت 5 ايام ما بكلموش. ابني كبر، كل ما بيكبر مشاكله بتكتر، وانا بصراحة ما بقيتش قادرة اسيطر عليه ولا قادرة احلها. كنت مفكرة ان هو لما يكبر خلاص مشاكله هتقل، بالعكس، وهو صغير كنت بقدر احل مشاكله وكنت بسيطر عليه. ابني من يوم ما كبر والمشاكل بتاعته ما بقيتش قادرة عليها ولا قادرة اتحملها ولا اسيطر عليها. ما انا زي ما قلتلكم واحدة ست، وكمان ليا رغبات ومشاعر واحاسيس، وجوزي بعده عني كمان مخليني متضايقة ومخنوقة. تصرفات ابني كمان بتزود عليا همي. قعدت 4 ايام او 5 ايام ما بكلموش وبعيدة عنه خالص. كنت بجهز الاكل وهو كمان يخش يغرف لنفسه ويحط لنفسه. وفي ليلة كنت نايمة واتفاجئت بيه، وقمت وقفلت على نفسي. بصراحة خفت من تصرفاته. وبعدين قلت مع نفسي: معقول ابني يفكر فيا بالطريقة دي؟ ده انا امه. ومن هنا بدأت كل ما ادخل انام اقفل باب الأوضة عليا كويس علشان اكون مطمنة وانا نايمة. بس في يوم نسيت الباب، كنت مرهقة من الشغل ونسيت الباب مفتوح. مش مفتوح يعني، هو كان مقفول بس ما قفلتوش عليا من جوه بالمفتاح. وفي اليوم ده صحيت من النوم لقيت ابني نايم جنبي. اتصدمت من اللي انا شفته وقمت جري. وانتم عارفين طبعا الواحدة الست اما بتكون نايمة براحتها في اوضتها بتبقى نايمة بهدوم البيت، وانتم عارفين يعني. لقيته بيقولي: في ايه يا ماما مالك؟ ما انا نايم جنبك. لقيت كلامه كله برود. كلمت جوزي وقلتله لازم تنزل، بس ما حكيتلوش على اي حاجة من اللي ابنه بيعملها علشان ما تبقاش مشكلة كبيرة. وكمان هيقولي: دي تربيتك وانت اللي وصلتيه لحاجة زي كده. فما كانش قدامي غير حل واحد، ان انا اجوزه وهو صغير، كمان افرح بيه بدري بدري. هو ده الحل السليم اللي انا فكرت فيه بعد تفكير طويل في مشكلة ابني. وده الحل اللي وصلت له، ان انا احمي ابني من اي حاجة غلط مع انه لسه صغير ومكونش نفسه. بس انا حطيته على اول الطريق مع انه لسه يعني ما بدأش حياته وكمان لسه ما بيشتغلش. ففكرت معاه وخليته يتجوز وحطيته على اول الطريق، وفعلا اتجوز وكمان سكنته معايا في الشقة. احنا شقتنا كبيرة وواسعة والحمد لله. ابني اتجوز وبقى عايش حياته ومبسوط، وانا كمان بقيت عايشة ومطمنة ان انا خلاص حليت مشكلة ابني علشان ما يغلطش. ودي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.